يا جماعة العقد مضمون من الغرفة التجارية. ما قلناش حاجة، بس محسن هو صاحب الاسطول وهو اللي لازم يضمن التنفيذ ونظام التوريد. محسن مش موجود، جايز عنده شغل، نعطل الاتفاق. يبقى نأجل الكلام فيه لحد ما نتفق. لا 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 لا، مفيش داعي تأجلوا أي حاجة. أنا آسف إذا كنت اتأخرت شوية. أنا متكفل بكل الضمانات المطلوبة ومسؤول عن مواعيد التسليم. سليم، بس لازم ينص على كده في العقد. طبعا أنا مسؤول عن أي ضمانات تانية. كفاية توقيعك، احنا بنعتبره كيلو دينار ذهب. محسن، تليفون عشانك. ألو؟ أيوة أنا. بتقول إيه؟ ايه الاخبار؟ ما زلنا ما اتاكدناش. ما في تعليق. ارجوك ارجوك، ما في داعي لمصلحه التحقيق، ارجوك يلا. اتفضل سيدي. عن اذنك، اتفضل. محسن، محسن. أهلا يا علي. في إيه؟ انا اسف جدا على الازعاج. انا لقيت الظرف ده جنب جثه القتيله. قتيلة؟ وده اللي اضطرينا نستدعيك، يمكن تقدر تتعرف عليها. تعال معايا، تعال. لحظه من فضلك، لحظه. يلا. ها، تعرفها؟ أيوة. يلا تعال نتكلم شويه. بص احنا لقيناها. كانت من البنات الكويسين اللي بيشتغلوا عندي في الشبكة. مسكينة، أبوها مات في حادثة على المركب، عينتها بداله عشان تساعد أهلها. ماتت إزاي؟ واضح ان المجرم اعتدى عليها وبعدين قتلها بآلة حادة. اول مرة يا محسن من 20 سنة
جريمه زي دي تحصل هنا؟ ما تعرفش عنها اي حاجه ممكن تفيد التحقيق؟ ما اظنش. طب ما عندكش فكره عن ظروفها، مشاكلها، علاقاتها؟ كل اللي افتكره انها كانت بتطلب سلف كتيرة، وافتكر ان في واحد كان متكلم عليها. مين؟ ما اعرفش، لكن جايز عمها يعرف. عمها مين؟ عم سليمان، راجل قديم من رجالتي. وده نلاقيه فين دلوقتي؟ زمانه دلوقتي على مراكب الصيد. هيا يا رجال، شدوا حيلكم. هيا يا رجال، يلا هيا، شدوا حيلكم. طبل، طبل، هيا. يلا هيا يا رجال، شدوا حيلكم. شدوا حيلكم. يلا هيا يا رجال، هيا يا رجال، طبل، طبل. ايش بيه يا عم سليمان؟ مش وصل سي محسن وفي الشوم؟ اشتغل يا بهيم. اسمي عامر من بهيم. سيجاره يا محسن؟ متشكر. عرفت حاجة من عم سليمان؟ ابدا. على العموم مفيش حاجه بتستخبى. واكيد هنعرف من امها. مجد ازاي؟ كويس. ومروه؟ مروة نسيت ان لها قريب اسمه علي من قلة ما بتشوفك. مشاغل والله يا محسن، لكن اكيد بنشوفهم ان شاء الله في حفله عم بركه. ان شاء الله. اتفضل اتفضل. طيب يا محسن، ان شاء الله هنشوفك الليله دي في الحفله. ان شاء الله. مع السلامة علي. سلام.
مين؟ ست ماجدة. محدش تاني يسأل عليا؟ لا. طيب شوف لي عنوان أهل ليلى واستناني في العربية. الو. ايه يا محسن؟ اتأخرت كده ليه؟ اتشغلت شوية. مروة رجعت من المدرسة. رجعت من الصبح واكلت وبتعمل الواجب. هي هتتأخر ولا استناك على الغدا؟ لا، كل انت، انا لسه ورايا شوية شغل. مع السلامة. من هنا يا اخوي. يا بنتي ربي يسامح اللي كان السبب. ربي يسامحه. ماجدة، ما طلعتليش كرافات يا ماجدة. اهي عندك في الدولاب. على فكرة يا محسن، هبقى انزل اعمل شعري. هو انت لسه ما عملتهوش؟ وهو انت كنت قلت لي قاعدين ولا خارجين؟ معلش يا حبيبتي، اصل انشغلت. بابا ماما انا جهزت خلاص. ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده يا مروه؟ مش معنى انت بتلبسي باروكه وبتحطي روش كمان. والله البت دي هتجنني، كله من دلعك ليها يا محسن. مروة، يلا روحي اغسلي وشك. لكن يا بابا انا عايزه اروح معاكم الحفله. اسمعي الكلام، اغسلي وشك وانزلي العبي في الجنينة. وانا بكرة حبيبتي هفسحك زي ما انت عايزة. حاضر يا بابا. استني هنا. يلا. لكن ده بكره مدرسه يا محسن. اهو كده. محسن بعدين معاك هتتاخر. امال اتاخر يجري. بابا يزعل. اهو ده بقى اللي ما اقدرش على زعله. الو 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 الو. مين يا ماجدة؟ ما حدش بيرد. رابع مرة النهاردة الجرس يضرب ما حدش يرد. حصل ايه بقى؟ واحد راجل كان مستخبي في الجنينة، نط من السور وركب العربية. انت متأكدة يا حبيبتي من الكلام ده؟ ايوه يا ماما. ها لقيت حد؟ لا. انا عارفة هي عملت كده ليه، عشان تلفت نظرنا وتيجي معانا. تفتكري؟ انا فاهماها اكتر منك. يلا انت عشان تلحق. على كل حال ما تسيبهاش لحظة واحدة أحسن.
وبلاش لعب في الجنينة. ليه يا محسن في حاجة؟ لا أبدا أبدا. هذا وقد تم صباح اليوم توقيع الاتفاق التجاري بين الغرفة التجارية التونسية والوفد العربي الضيف. وقد حضر حفل التوقيع رجل الأعمال البارز محسن بن عمار، الذي ألقى كلمة أشاد فيها بروح التعاون والود التي سادت هذا اللقاء، الذي أسفر عن هذه الاتفاقية التي تعتبر تدعيما لصناعة تعليب الأسماك في تونس، وتأكيدا لأواصر الأخوة والصداقة بين شعبي بلدين شقيقين. وتقيم الغرفة التجارية التونسية حفل عشاء بفندق كورنيش بالاس مساء اليوم. مساء الخير. أهلا. محسن، علي وكانت عندي وصل. فين؟ طيب عن إذنك. أهلا أهلا يا علي. اهلا يا محسن. أهلا وسهلا. إزيك يا دولة هانم؟ الحمد لله. ازيك يا علي؟ اهلا يا مجدي. ازاي حالك؟ الحمد لله يا علي. وازيك انت؟ الحمد لله. ازاي مروه؟ كويسة الحمد لله. محسن مدلعها على الآخر. هو احنا عندنا اعز منها؟ ما قلتليش يا علي، عملتوا إيه في قضية ليلى عبد القادر؟ ولا حاجه، الموضوع لحد دلوقتي غامض. محسن، انا كنت اهلا يا علي يا ابني. اهلا اهلا يا عم. ازيك يا دولة؟ زي احوالك يا بركه، راسك كبرت وما عدتش تعرف اهلي. مشاغل والله يا دولة. ربي يعين. رئيس الوفد عاوزك. طيب عن إذنك عن إذنكم. تشربي حاجة يا مرات عم؟ وانت يا علي؟ ولا حاجه. طب دقيقة واحدة. اتفضل. شايف الولد ازاي قدر يضحك على عمك وعايش في عزه؟ لو كنت انت اللي اتجوزتها مش كان زيتنا بقى في دقيقنا؟ كل واحد بياخد نصيبه. وامتى هيبدأ التسليم؟ في خلال أسبوعين إن شاء الله. احنا معتمدين عليك يا سيد محسن. إن شاء الله. سيد محسن، ما دام الكلمة يبقى هي الكلمة. رجل بمعنى الكلمة. متأسف. محسن استنى، اخ مجيد كان عاوز يتعرف عليك. أهلا وسهلا. اهلا بيك يا سيد محسن. أهلا. والله السيد بركه دايما بيحكي لنا عنك كل خير. كان ضدنا من زمان نتعرف على سنة. تعاون واحنا بمصانع تعليم الاسماك اللي عندنا. دقيقة واحدة. هي الله. محسن، وين راح؟ محسن، ماجدة يلا على فين؟ مروحين. الله، ما لسه بدري يا محسن. ما تخلينا شوية يا محسن. بقول لك لازم نروح. عن إذنك. ربي يعينك. انا عارفه كيف متحمله تقل دمه لاخر زمن. مالك يا محسن؟
مفيش حاجة. طب هدي شوية. محسن، محسن، البنت كده هتصحى. محسن، محسن، والله ليك وحشة كبيرة قوي يا احمد يا فهمي. شفت الدنيا صغيرة ازاي. هنتقابل يا احمد يا فهمي، هنتقابل. الو الو.
امال يعني هتكون مين؟ ايه يا محسن؟ مالك؟ ولا حاجه يا ماجده. ايه بس اللي حصل من ساعة الحفلة وانت مش طبيعي؟ فهمني يا محسن، ايه اللي حصل؟ فهمني عشان اكون عارفة. قلت لك مفيش حاجه. محسن، انت مش هتطلع تنام؟ حاضر حالا حاضر. ان شاء الله مش ناوي تنام؟ انا هنام هنا الليله. ممكن افهم حصل ايه عشان ده كله؟ ايه اللي عملته لك يا محسن؟ ماجده ارجوكي. لمجرد اني كنت واقفه اتكلم مع علي. ما تنساش ان علي ده يبقى ابن عمي، ومش انا اللي عزمته على الحفله. ارجوك يا ماجده ما تفهمنيش غلط. على العموم انا متشكره، بس مش هنسالك اللي انت عملته ده ابدا. ما تعرفيش راح فين؟ ده كان موعدني يفوت عليا عشان نوصل الوفد التجاري للمطار. يروح يجي، كل واحد حر في نفسه. ايه الكلام ده يا بنتي؟ انتوا زعلانين مع بعض ولا ايه يا ولاد؟ ايه اللي حصل؟ والله ما انا عارفه، من امبارح وهو مقلوب عليا. دي اول مره من يوم ما اتجوزتم اسمع انكم زعلانين مع بعض. انا خلاص زهقت يا بابا. يا بنتي تلاقيه بس مجهد من الشغل شويه. شغل؟ يا ريت. سيادته زعلان لاني كنت واقفه اتكلم امبارح في الحفله مع علي. الراجل من حقه يغير عليكي، ده جوزك. يقوم ينزل من غير حتى ما يقول لي صباح الخير. اقول له وصل مروه المدرسه يزعق فيا ويقول لي مش عاوزها تخرج من البيت خالص. طب والله لا انا سايبه له البيت ومش هرجع لغايه ما يجي لغايه عندي ويعتذر لي. كلام ايه ده يا بنتي؟ انت لسه صغيره عشان تغضبي من جوزك. بابا، كل واحده وليها كرامتها. بين الراجل ومراته مفيش حاجه اسمها كرامه. شوف يا ماجده يا بنتي، انا يوم محسن ما تقدم لك عرضت في جوازكم لانه كان غريب عننا وعن البلد، لكن لما عاشرته وفهمته حبيته زي ابني بالظبط. محسن راجل ما يتعيبش. لكن يا بابا، ما لكنش ولا حاجه، ما تبقيش عصبيه زي المرحومه والدتك. ليك عليا اول ما اشوفه هملص له ودانه. ما دمرش خدمة. الحال موقوف. الميكانيكي ما عرفش يصلحها. بدنا نشوف حل. شوف لنا حل. الميكانيكي ما عرفش يصلحها. الطلبية مستعجلة يا سي محسن. يا سي محسن شوف لنا حل. بدنا نشوف حل. استنى يا سليمان، ما اقدرش اسمع مليون واحد. عندك محمود يتصرف معاك، انا مش عايز ازعجك. يلا يلا. قلت مش عايز. لا مؤاخذة يا عمي، اتفضل. مالك يا محسن يا ابني؟ عصبي كده ليه؟ محدش بقى عارف شغلي، كل حاجة يرموها عليا. يا سيدي ربنا يعينك، الشغل مش بالساهل، اسألني أنا. لكن الراجل العاقل هو اللي يسيب همومه قبل ما يخش البيت. الهموم ورا الواحد مش عايزة تسيبه أبدا. عشان كده مزعل ماجدة منك؟ أنا زعلت ماجدة؟ والله ده اللي فهمته لما رحت البيت، لكن دلوقتي لما شفتك لقيت الحكاية أكبر من كده. أنت إيه يا ابني؟ عندك مشاكل مع العمال؟ مع النقابة؟ مع البنك؟ قول لي يا محسن، أنا زي والدك. ولا حاجة، ولا حاجة يا عمي. لكن يا ابني. ألو؟ أيوة ماجدة،
خير يا ابني، حصل ايه؟ مروه، خطفوا مروه يا عمي. ماتت الصغيرة. لا حول ولا قوة لو سمحتي، في طفله صغيره نقلوها عنده هنا. ايوه يا فندم، اخر اوضه هنا. شكرا. ماجدة، ايه اللي حصل؟ محسن، مش عارفة يا محسن. مروة، الحقني يا محسن. مروة يا محسن، مروة. خير يا ابني، ايه اللي حصل؟ عربيه خبطت مروه وهي بتلعب بالعجله قدام البيت. وحالتها ازاي؟ الدكتور بيقول ما فيش خطوره والحمد لله، ودينا مستنيين. اتفضلوا، تقدروا تشوفوها. بنتي حبيبتي مروة. مروه يا حبيبتي، الف سلامه ليكي. أنا كويسة جدا، بس هو اللي كان عاوز يموتني. موتك؟ مين هو؟ سواق العربية طلع ورايا في روسيا، كان عاوز يموتني. أنا خايفة يا ماما، خايفة أوي. لا يا حبيبتي، ما تخافيش. الاستاذ عز الدين سالم عندكم هنا؟ ما في حاجة بالاسم ده. شكرا. الاستاذ عز الدين سالم عندكم هنا؟ لا. لا أنا معك. لو سمحت. لحظة بالضبط. أيوة، كل الغرف موجودة. نعم، الاستاذ عز الدين نازل عندكم. خارج اهو. عز الدين، استنى.
ابعد عن بنتي. لو عايز تنتقم مني انا، لكن ابعد عن بنتي. ابعد عن بنتي. ابعد عن بنتي. صباح الخير. صباح الخير. نعم سيدي. سيادة وكيل النيابة لو سمحتي. ممكن تستنى شوية، سيادة الوكيل عنده تحقيق. ما تعرفيش ايه اللي ودى بنتك في مكان الحادث في ساعة زي دي؟ ربي يعلم سي الوكيل. بنتي خرجت من دارها الصبح للخدمة في أمان الله. من وقتها ما شفتهاش حتى جاني الخبر. كان في حد خاطب ليلى او متكلم عليها قبل الحادث؟ ما ثم حد. بنتي ليها ناسها، قصدي كان ليها ناسها. لو يخطبها حد كان يطلبها مني أو من خالها. كان عليكم ديون لحد؟ الدين مذلة سيدي الوكيل، نعيش في حالنا ولا نمد يدنا. امال ليه كانت دايما بتطلب فلوس من السيد محسن؟ سي محسن راجل كريم، ما كان يعز عنها شيء لانه كان عارف ظروفها. وايه هي ظروفها؟ ابوها الله يرحمه اخذوا البحر من فوق مركب الصيد، وسي محسن عمره ما نسي حدا من رجالته. انت شفت ليلى يوم الحادث؟ بعد الظهر واحنا طالعين بالمراكب كانت بالمينا ورايحه في اتجاه مكتب سي محسن. طب يا ترى ما تعرفش هي راحت لمحسن ليه؟ والله ما بنعرف. هي دخلت عليه المكتب وهي بتبكي وخرجت بعد شوي. سي محسن قال لي اعطيها 100 دينار وما تقصهم لهاش من حسابها. 100 دينار؟ طب يومها ما تعرفش ليلى روحت ازاي او مع مين؟ ايوه انا بعرف. تعرف ايه يا عم؟ اتكلم. أعرف ليلى ليلتها قابلت مين وروحت مع مين. كان منتظرها بعد العشية، ركبت معه السيارة، مشيوا مع بعضهم الاثنين. أنا شفتها. ركبت مع مين السيارة؟ كنت بالمينا، نظرتهم وهم خارجين مع بعض. مين هو؟ كل يوم ياخدها المكتب ويعاود ياخدها بالسيارة. انت بتتكلم عن مين؟ عن محسن. محسن؟ عاوزين تعرفوا مين قتل ليلى؟ اسألوا سي محسن. اتفضل، سيد الوكيل بيقابلك. افندم، اي خدمة؟
عايز الدين سالم، لواء بالبوليس المصري. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. شكرا. شرفت تونس يا سياده اللواء. اتفضل. تحت امرك. يا سيد علي، انا مقدر حرصك على مكافحة الجريمة، وعلشان كده انا جيت لك مكتبك. اهلا بيك يا فندم. شكرا. سيجاره؟ انا جاي ادلي بمعلومات اكيد تفيدك في قضية البنت اللي انقتلت على الشاطئ من كام يوم. يا ريت. من 15 سنة حصلت جريمة مشابهة في مصر، هتك عرض، اغتصاب، وقتل الضحية. المجرم اتحكم عليه بالإعدام، لكن لسوء الحظ الحكم كان غيابي لأنه هرب قبل ما ينقبض عليه، وجاه هنا تونس وعاش في بنزرت وارتكب جريمته التانية، ومش بعيد يرتكب التالتة والرابعة إلا لو تم القبض عليه فورا. احنا شاكرين مساعدتك. ممكن تقول لنا مين هو؟ اسمه أحمد فهمي. طبعا هو عايش في وسطكم باسم تاني مزور. عايش باسم محسن بن عمار. بتقول ايه؟ مش ممكن. أنا شفت محاولة لقتل أحمد فهمي، والنهاردة اتعرضت بنته لحادث، وفي رأيي ده نوع من الأخذ بالصقر، وده يثبت إن هو الجاني. كل دي شبهات ملهاش أي أساس قانوني. أنا عارف، وعشان كده بعت القاهرة يبعتوا لي بصمات المجرم أحمد فهمي، وأمر بالقبض عليه وترحيله للقاهرة، ولحد ما توصل الأوراق دي أرجو إنك تتحفظ عليه. آسف، ما اقدرش اتخذ أي إجراء ضد أي مواطن إلا لما يكون في إثبات قانوني وقدام عينيا. أنت بالشكل ده بتتستر على مجرم وبتديله فرصة إنه يهرب من العدالة. ها؟ سيادتك هنا في مهمة رسمية؟ للأسف لا. يبقى مالكش أي صفة قانونية تطالبني باتخاذ إجراء ضد مواطن شريف من واجبي إن أنا أحميه. حضرتك بتقول كده علشان المواطن شريف ولا عشان المواطن قريبك؟ أنا بتكلم عن إنسان أعرفه وعرفوه معايا أهل البلد من 15 سنة، حبوه واحترموه. الإنسان ده مش ممكن يكون الوحش اللي أنت متخيله، اعتمادا على ذاكرة جايز تخدع صاحبها. لا، إلا أحمد فهمي صورته مفحورة هنا، مش هينساها لي إلا الموت. اشمعنى أحمد فهمي بالذات؟ لأن البنت اللي اعتدى عليها أحمد فهمي وقتلها تبقى بنتي. على كل حال هنتقابل ومعايا الأمر بالقبض عليه، لكن لو حصل وأحمد فهمي هرب هحملك أنت المسؤولية. ده كلام فارغ، كذب وقلة أدب. محسن هو اللي ضامن الاتفاقية، والكلام ده ممكن يضيع كل اللي احنا عملناه. ده خراب بيوت. فين محسن عشان نروح الجريدة نخليهم يعملوا تكذيب لكل اللي كتبوه، وإلا والله لا اللي بالدنيا كلها على دماغتهم. محسن ما رجعش من ساعة الحادثة امبارح. ما رجعش؟ يا جماعة يا جماعة، اللي مكتوب في الجرايد كده، اقصدوا ربي وكل واحد يمشي يختم على روحه. نطلع المراكب ونخليه يعمل عملته مع بنت تانية. أعوذ بالله من زفارة لسانك يا عامر، ما تظلموش الراجل. احنا ما ظلمناش، اتهموه ولاد بلده. اللي يعمل عملته في بلاده
بينجم يعملها في بلادنا. يا رجال، يا ريس سليمان، دي 10 سنين وتظنوا فيه التهمة كيف هذه؟ ما عدت نعرف الباهي من الدوني. ولد الحرام ما خلى لولد الحلال شي باهي. سيدي الوكيل وصل. عسلامة يا سيدي الوكيل. عسلامة. فين محسن؟ العلم عند ربي، ما جاش من امبارح. ما تعرفش راح فين؟ محسن، ليه ما قلتليش ان ليلى خرجت معاك في عربيتك بعد ميعاد الشغل؟ وانك انت كنت اخر انسان شافها ليله الحادث؟ ليه ما قلتليش انك انت استقبلتها في مكتبك واديتها 100 دينار من غير حتى ما تخصمهم من حسابها ليه؟ انت جاي تحقق معايا ولا جاي توجه لي اتهام؟ انا جاي اقول لك ان موقفك بقى صعب. محسن، تعرف ايه عن احمد فهمي؟ انت قابلت عز الدين؟ انا وكيل نيابه، مهمتي اجمع الادله اللي تدين المتهم، ولو اخد بالشبهات اللي ضدك يبقى لازم. ساعدني يا محسن، ساعدني يا محسن ارجوك. انا مش عارف اعمل ايه. انا في موقف جايز يضطرني اتخذ اجراء ضدك وارجع اندم عليه طول العمر. محسن، محسن، ايه ده يا محسن؟ انت بتعمل ايه؟ مسافرين. جايز شنطتك انت ومروه. مسافرين؟ رايحين فين؟ اي حته، اي مكان بعيد عن هنا. يعني الكلام اللي في الجرايد ده حقيقي؟ حتى انت يا ماجده. امال بتهرب ليه؟ انا عايزه اعرف الحقيقه. ايه هي الحقيقه يا محسن؟ ماجده، انت بتحبيني. خلي عندك ثقه فيا ارجوكي، مفيش وقت. مش كنا نتصل ببابا نقول له ان احنا مسافرين؟ بعدين نبقى نبعت له لما نبقى نوصل. في حاجه؟ لا بسلامة. اتفضل. متشكر. سي محسن، في ايه؟ المدام نسيت الحقيبة. طيب حاضر. مالك يا محسن؟ ولا حاجه، مفيش. على جميع السادة الركاب ربط أحزمة المقاعد والامتناع عن التدخين حتى إقلاع الطائرة. شكرا.
انت ممنوع من السفر بامر من النائب العام. جواز السفر تاخد من اداره الامن ببنزرت. ايش ردك على الكلام ايه بس لو سمحت؟ ليش ابعدوا كده البنت؟ لو سمحت مش معقول. سيادتك من أسرع من العلاقات بين الشباب وأصحاب العمل. ليش هذا الوقت؟ مين معاك؟ ايش ردك عن الكلام المنشور بالجرايد والاتهام اللي هو عز الدين؟ جوزك كنت تعرف علاقته بليلى عبد القادر؟ ليش هذا الوقت؟ ليش يا ابو ضدك؟ ليش ردك على الكلام مكتوب في الجرايد؟ ليش هذا الوقت؟ سيادتك من أنصار عمل علاقات بين الشغالة وأصحاب العمل؟ كلام المنشور بالجرايد. اخبرني ولا ردك على الكلام بالجرايد. ايش راي اسبقيني انت ومروه وانا هجيب الشنط. محسن، ايوه يا ماجدة. ايه دول؟ مش عارف. مظهر الفاجر يا رجاله. وراه يا رجاله. ادخل انت يا ماجدة. وقف. ادخل انت يا ماجدة. خد فلوسك كاملة. احنا ما بنبيعوش شرفنا بالمال سي محسن. اقتلوه. اقتلوه يا رجاله. اقتلوه. اقتلوه يا رجاله. محسن، هذه مرته. مرته. حرام عليكم. ليه؟ عمل لكم ايه؟ تتحامى في مرتك يا جبان. اقتلوه واقتلوها. بوليس اهرب انت اهو. اهرب اهرب اهرب. الحمد لله اني جيت دلوقتي. احنا ما بقالناش قعاد في البلد دي يا محسن، ما بقالناش قعاد. ونروح فين؟ يا محسن يا اخوي، البلد كلها مقلوبة عليك. انا واقع في مصيدة يا محمود، وتقفلت عليا من كل حتة. انا كل اللي يهمني حياتك انت يا محسن. اسمع كلام ست ماجدة وابعد عن هنا. ابعد عن هنا. واسيبهم ينهشوا في لحمي زي الكلاب السعرانة. انا تو نعوضك في كل شيء. ابعد عن هنا. روح اي مكان.
الشاي يا محسن. خلصتي الفطار يا حبيبتي؟ ايوه يا ماما. طب يلا بسرعه عشان تذاكري. بابا هما كانوا بيضربوك امبارح ليه؟ يلا يا مروه، يلا يا حبيبتي. ماما وانا قلت لبابا حاجه عشان يزعل؟ ابدا يا حبيبتي ابدا. يلا ذاكري. بابا فين محسن؟ بيتمشى. طب جهزي نفسك عشان تيجي معايا. مع... هي كلمة واحدة، كفاية فضايح لحد كده. بابا ايه اللي بتقوله ده؟ ارجوك. ايش ترجوني؟ عايزاه ينتظر لحد ما يقتلك بايده؟ كفاية الخراب اللي صار كله لخاطره. الاتفاقية اتلغت، البنك سحب ضمانته. تحبي بعد العمر ده كله اتفضح قدام الناس؟ بابا ده جوزي. جوزك؟ جوزك مين؟ محسن؟ محسن جوازك منه باطل، ده شخص مزيف ملوش وجود في الدنيا. اسمه الحقيقي احمد فهمي، المجرم احمد فهمي. جوزك محتال، سفاح، قاتل. بابا ارجوك وطي صوتك، البنت تسمع. انا مبقتش عارف اقول ايه، لكن هي دي الحقيقه. قدر يخدعك لحد ما اتعلقت بيه وفضلتيه عن كل اللي تقدمه لك، بس انا هعرف اربيه ازاي. بابا ارجوك كفايه. قسما بربي لو ما كنتيش تمشي معايا الساعه دي لا انت بنتي ولا اعرفك. ماجدة! محسن محسن كفايه كفايه ارجوك، ما اقدرش اشوفك في الحاله دي. انا جنبك يا محسن لو الدنيا كلها وقفت ضدي. كان اهون عليا اموت ولا اسمعش سؤال مروه ليا النهارده. انا عمري ما كنت جبان. انا مصدقاك يا محسن من غير ما تتكلم. صدقني السنين اللي عشتها معاك خلتني اعرفك على حقيقتك. محسن الطيب اللي فرض احترامه على الناس وشق طريقه وسط الصخر. هي دي صورتك قدام عينيا. صدقني مفيش حد يقدر يهزها. هفضل احبك طول عمري، لكن ارجوك ما تستسلمش بالطريقه دي. خليك محسن، محسن اللي انا عارفاه طول عمري. بابا. ايوه يا مروه. عم محمود اتصل بيك وبيقول لك عاوزك ضروري. دي الأوراق اللي هيتم بيها ترحيل أحمد فهمي للقاهرة، وإحنا من ناحيتنا هنتصل بوزارة الداخلية هنا علشان يتم القبض عليه وتسليمه لحضرتكم. متشكر، متشكر جدا. عامر، مش ممكن. فعلا هو يا محسن يا اخويا. انت متاكد؟ انا ما كنت متاكد لحد ما سمعته بيتكلم وهو سكران. كان بيقول ايه؟ كان قلبي بيتحرق وانا شايفهم بيضحكوا. لازم تموت، كان لازم تموت، لازم تموت الفجرة. هو اللي قتله، ما انا. لازم يموت، لازم يموت، لازم يموت كيف ما مات. ايوه يا محمود، كل ده مش دليل على اي حاجه.
لكن أنا بديت أشك فيه. وقت اللي رجعت بشوف الصيادين عرفت إن عامر ما كانش بيخدم ليلة الحادث ولا كانش على المينا خالص. يبقى كيف شافك وانت موصل مرحومة؟ يبقى هو اللي كان منتظرها وهي اللي مشيت. والباقي فين دلوقتي؟ بلغ النيابه وانت يا سي محسن. عم سليمان، عم سليمان، ايش بيك؟ محسن بيخت العامر. هيا معايا يا رجال. سيدي الوكيل، سيدي الوكيل، سيبه. في ايه يا محمود؟ عامر هو اللي قتل ليلى وسي محسن قاعد يتبع فيه. هو فين؟ في غار الملح. اظني دلوقتي بعد ما الاجراءات كلها كملت وعرفت مكان احمد فهمي مفيش اي حاجه تمنعنا من القبض عليه. اتفضل. عادل استنى سليمان، ما كفاكش دم ليلى جاي تقتل عامر. يا ريت تقتلني يا مجرم لاني شهدت على جريمتك. بربي لك لا يا عامر، العار عاري ودم محسن حلالي. انا بنقتله. كان سليمان اسأل عامر الأول ازاي شافت مع ليلى مع انه ما كانش في المينا ولا على المركب ليلة الحادث. ايش بتقول؟ اسأله كان بيقول ايه في القهوة وهو سكران. اسأله مين اللي قابل ليلى بعد انا ما وصلتها، لانه عارف ان هو اللي قابلها وهو اللي قتلها. صحيح الكلام يا عامر، صحيح الكلام يا عامر. لا كان بيعطيها برشا فلوس تحبها وانا اللي كنت بحبها الفاكهة، والحين بقتله مثل ما قتلتها. بقتله. عامر عشان جهنم بالاخر. سامحني، يدي تتقص وما تضربكش ابدا. ليلى كانت دمي ولحمي.
ايه اللي حصل؟ وحده عثر على المخطاف طحمات. ده عامر هو اللي قتل ليلى، والرجاله كلهم شاهدين على اعترافه. اقبضوا عليه، محدش يتحرك. انا اللي هتولى المهمه دي. احمد فهمي، مطلوب القبض عليك وترحيلك للقاهره. اتفضل. لا، ما حدا يمسه واحنا موجودين. لا يا سليمان، بلغ البيت. محسن، انا اسف، انا مضطر. هو بابا هيرجع امتى يا ماما؟ نام يا حبيبتي، نام. طب انا هستناه معاكي. بابا مش هيرجع الليلة. اسمعي كلامي يا حبيبتي، نامي. تصبح على خير يا حبيبتي. ايوه يا علي. مساء الخير يا ماجدة. ممكن ادخل؟ اتفضل. خلاص يا علي، بعت واشتريت وسلمت. ماجدة ارجوكي ما تظلمنيش. امال جاي هنا ليه؟ طمعان في ايه يا علي بعد كل اللي عملته؟ ماجدة، مفيش داعي انك تجرحيني اكتر من كده. انا صحيح حقدت على محسن في الاول لما تقدم لك، لكن اقسم لك اني احترمت اختيارك له واعتبرته اخ ليا. وانا جاي اقول لك اني حاولت المستحيل علشان ما الاقيش نفسي قدامك في الموقف ده، لكن مع الاسف لاول مره بحتقر نفسي لاني بنفذ القانون. حتى لو كان محسن قاتل، اللي عمله هنا للبلد يوفي دينه للمجتمع واكتر. انما هعمل ايه؟ قانون اعمى بيوزن الذهب بنفس الميزان اللي بيوزن بيه التراب. ومعرفتش كده الا دلوقتي بعد ما سلمته لجلاده. الموضوع خرج من ايدي. رجوع محسن لمصر هو فرصته الوحيده لاثبات براءته اذا كان بريء. انت بتشك في براءته يا علي. انا مش جاي هنا عشان ابرئه او اشك في براءته. انا جاي اقول لك ان محسن هيترحل بكره الصبح. الصبح؟ وكل اللي قدرت اعمله اني جبت لك تصريح بزيارته. انا عارف انه محتاج لك، وجايز دي تكون اخر فرصه تشوفيه فيها قبل ما يسافر. محسن. سيد محسن، في زيارة عشانك. ماجدة، ازيك يا محسن؟ عامل ايه؟ الحمد لله. مروة ازيك؟
بتسأل عليك. انت وحشتنا قوي يا محسن، وحشتنا قوي. لا لا لا، مش ممكن مش ممكن مش ممكن يحرمونا منه. حرام حرام. ماجدة، خلي عندك ايمان بالله. انا كل اللي يهمني انك تكوني واثقه من براءتي. واثقة يا محسن، بس ليه فجأة ياخدوك مني؟ ليه يحرمونا مني؟ ارجوكي، الخزنه اللي في البيت فيها جواب، عايزك تقريه. جواب؟ جواب ايه يا محسن؟ جواب من نادية بنت عز الدين. علي، ده اللي مضيانة دي عز الدين. شايف يا علي؟ ايوه، بس ده لا بيأكد ولا بينفي اي حاجه بالمره. بس ممكن تكون بتتكلم عن حد غير محسن. يجوز. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ تعالي معايا. الو، مين؟ فين؟ طيب. يا فندم. استاذ عز الدين، انا جاي ارجوك. لا، آسف. لو محسن بعتك تأثري عليا بدموع الزوجة قولي له إنك حاولتي، بس أنا رفضت أسمع منك أي حاجة. محسن ما يعرفش اني جاي اقابلك. أمال جاية ليه؟ اترجاك تقرا الجواب ده. ما عنديش استعداد أقرأ أي حاجة. حتى لو كان الجواب ده من بنتك. بنتي؟ هو ازاي قدرت تحكم من قبل ما تقراها؟ لاني اعرف احمد فهمي من 15 سنه. هو انا مراته من 15 سنه. ده مجرم مجرم. لا يا سيادة اللواء، لا. انت عارف كويس قوي انك بتخلط بين واجبك وبين مشاعرك الشخصية. انت بتتكلم بلسان وكيل النيابه ولا بلسان قريب المتهم؟ انا بتكلم بلسان انسان محكوم عليه بالاعدام في تهمة جايز يكون بريء منها. احمد فهمي قاتل ولازم ياخد جزاؤه. مين اللي اداك الحق انك تكون القاضي والجلاد في نفس الوقت؟ مين؟ انا رجل قانون، بنفذ القانون وبس. تطبيق القانون مش معناه ان احنا نتجرد من انسانيتنا. للاسف 15 سنة حقد خلوك تستغل القانون علشان تنتقم من انسان في ادلة ممكن تبرئه. وليه؟ لمجرد ان القتيلة كانت بنتك. امشي اطلع بره بره. يعني خلاص انعدمت من قلبك الرحمه. كفاية، مفيش داعي تشبيع رغبته في الانتقام اكتر من كده. بره.
ايه حكايه الجواب ده؟ مين اللي اداهولك؟ ماجدة؟ انا جاي عشان اسمع. عندك استعداد تسمع وتفهم؟ اتكلم. الحقيقة واضحة قدامك في الجواب، وكان ممكن تعرفها من 15 سنة فاتوا، لكن فهمك الغلط هو اللي خلاني هربت. انت هربت لانك مجرم؟ انا كل جريمتي اني حاولت اساعدها في لحظة رفض فيها حتى ابوها انه مديلها ايده عشان ينقذها. قصدك ايه؟ اقرا الجواب كويس وانت تفهم قصدي ايه. هتفهم ان بنتك كانت على علاقة بشخص تاني. شخص تاني؟ اسمه نبيل عبد الرحمن، كان زميلنا في الجامعة، كنا أصدقاء. كان هو ونادية بيحبوا بعض، كنا أكتر من إخوات، وكنا لسه شباب وأحلامنا كبيرة في المستقبل وفي الدنيا. لكن فجأة نبيل اتقبض عليه. ليه اتقبض عليه؟ ما عرفتش لحد النهاردة. وقتها الدراسة كانت متعطلة في الجامعة. سافرت البلد، وهناك جالي جواب من نادية، وعرفت منه إنها في أزمة خطيرة، كانت عايزاني أقف جنبها. رجعت مصر وقابلتها، عرفت إن علاقتها مع نبيل وصلت للدرجة اللي تحتم جوازهم. نصحتها إنها تصرحك بالحقيقة، لكن خوفها منك خلاها ترفض إنها تلجأ لك. وفي يوم بعد الظهر كنت قاعد أذاكر، فوجئت بخبط على الباب. كانت نادية. لقيتها في حالة سيئة جدا. وعرفت انها سابت البين ومين واجهضت نفسها عشان تخلص من الورطة اللي هي فيها. كانت بين الحياة والموت. نزلت جري على اقرب اجزخانة عشان اجيب لها الدواء. ولما رجعت لقيت البوليس قدام البيت. حسيت ان فيه مصيبة. طلعت السلم زي المجنون، واول ما دخلت لقيتك انت ورجالتك مالين الشقة. من نظراتكوا ليا حسيت ان نادية جرى لها حاجة، واتأكدت انكم اصدرتوا حكمكم عليا. قبل ما تسمعوا اتفاعل ما كانش قدامي غير اني اهرب. جريت، فضلت اجري واجري والبوليس بيطاردني. سبت مصر وهربت من جريمة ما ارتكبتهاش. هي دي غلطتي، الغلطة اللي جاي انت النهاردة بعد 15 سنة تدفعني ثمنها وتدمر حياتي للمرة التانية. عندك دليل انك صادق؟ مفيش غير جواب بنتك. ونبيل؟ للأسف نبيل مات. انت عايزني اصدق الكلام اللي انت قلته ده؟ أنا ما يهمنيش تصدق أو ما تصدقش، بس عايز تعرف الحقيقة. هي دي الحقيقة. كذب، كل اللي قلته كذب، وانت اللي قتلتها.
لا يا عز الدين، مش انا اللي قتلتها. اللي قتلها خوفها منك. لو كنت قريب منها زي اي اب بيحب بنته ويخاف عليها ما كانش حصل اللي حصل. اللي قتل بنتك هو انت مش انا. لا لا، 15 سنة وانا مستني اللحظة دي عشان انتقم لبنتي. جاي انت دلوقتي تقول لي ان ده كله كان غلط؟ 15 سنة غلط؟ لا لا يا احمد يا فهمي، لا. انت اللي قتلتها ولازم تاخد جزاءك. فين رايحة يا ست؟ طلع الوكيل النيابي. اتفضل. اهلا. صباح الخير يا مجد. صباح الخير. جد جد، امال فين بابا يا جد؟ بابا جاي يا حبيبتي. سامحيني يا بنتي، انا غلطت في حقك وفي حق محسن، لكن الدم عمره ما يبقى ميه. ايه اللي خلاكي جبتي مروه؟ ما قدرتش احرمها من انها تشوف ابوها قبل ما يسافر. بابا الأوراق جاهزة يا سيد علي؟ ايوه. لو سمحت. اتفضل. 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 امضي هنا. اسمح لي. محسن محسن، بابا 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 محسن، بابا بابا. احنا مستنيين ايه؟ احنا تحت امرك. فين الكلام شاد؟ اظن مفيش داعي. مش هيهرب. متشكر يا علي. اتفضل معايا. انا اسف يا محسن. الناس دي كلها جاية ليه؟ جاي تودع انسان شريف عاش معاهم 15 سنة، حبهم وحبوه وبقى واحد منهم. عندك مانع؟ ده تجمهر، شغب. الشرطة لازم تفرقهم. مستحيل نصادر عاطف الناس يا سيادة اللواء. آسف،
اتفضل معايا يا احمد يا فهمي. محسن، خلي بالك من نفسك ومن مروه. ارجوك، ما عنديش وقت. محسن، محسن، محسن. مع السلامة يا ابني. ده حيلك يا محسن يا اخوي. اسلام. رجالتك ما بينسوك يا سي محسن. يا ريت كان بيدي كنت اروح انا فداك يا راجل يا اصيل. سي محسن، امبارح فقدت بنتي واليوم ولادي بيضيع مني. سامحني إن كنت ظلمتك. ربنا ينصرك وينجيك يا وليدي. ربنا ينصرك ويرجعك لي. بابا، 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 ما تسيبنيش يا بابا، ما تسيبنيش. بابا، ما تسيبنيش يا بابا.